تعرفونه أليس كذلك؟ الظاهر في الصورة هو سفيان العلودي، نجم المغرب سابقاً. في كل مرة تقترب كأس إفريقيا يعود اسمه إلى الواجهة، كيف لا؟ وهو صاحب أسرع هاتريك في تاريخ الكان. ثلاثية سفيان كانت في مرمى ناميبيا نسخة 2008، تلك التي استضافتها غانا وتوجد بها مصر. سجل العلودي هاتريك في ظرف أول 28 دقيقة فقط من المباراة، وانتهت بفوز منتخب بلاده بخماسية مقابل هدف. بخلاف ذلك، العلودي صاحب آخر هاتريك تم تسجيله في نهائيات كأس إفريقيا، وعجز جميع اللاعبين عن تسجيل ثلاثية في لقاء واحد رغم أنها لعبت 7 نسخ. اجعلوه تحدي بيني وبينكم، لا أعلم من اللاعب ولا حتى المنتخب، لكن رقم العلودي الثاني سيتوقف في هذه النسخة.